السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا اليوم غنحضروا هاد البيتزا بلا ما نحتاجوا الفران، يعني غنوجدوها غير في المقله. تتجي خفيفه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه ملي تنطيبوها. نبداو على بركه الله في المقادير. هنا بالنسبه للمقادير غنوضع هنا مول كيلو ديال دقيق الفورس، وضفت عليه كاس ديال الفينو، وهنا 2 معالق كبار ديال الزعتر، هاك يكون مصهد شويه وحاكين ما بين يدينا. هنايا القياس ديال الملحه تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال السكر. هنا غنضيف كلشي مره واحده. هنا بالنسبه لي هنايا ذوبت نص كاس ديال الزبده وضفت عليه نص كاس ديال الزيت، يعني هاد الكاس مخلط ما بين الزبده وما بين الزيت، حتى هو غنضيفو على المقادير. هنايا 2 معالق ديال خميره الخبز مفزقاهم في شويه ديال الماء دافي، خليتهم يذوبوا حتى ما غنضيفهم. صافي نخليو هاد المقادير نعجنوهم مزيان. هنا غنبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه ونبدا نعجن هاد العجينه. بالنسبه للعجينه هنايا من الاحسن تكون مرخوفه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف باش تجي مزيانه. كل ما كانت رطبه تجي زوينه. هنا لما كانش العجين يمكن لكم تعجنوها بيديكم، راه تحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. كما قلت لكم غير العجينه تكون شويه خفيفه باش نحصلوا على نتيجه زوينه. صافي مباشره هنا منين تعجنت ليا مزيان غنجيب شويه الزيت، غنجمع هذيك العجينه، نجمع عليها داك الجناب ديالهم ونخليها حتى تخمر على خاطرها حتى تطلع لينا مزيان. عاد نرجعوا ان شاء الله. مزيان وحصلنا على هاد النتيجه هادي. غنهبطوا دابا هذيك العجينه، يعني نحيدوا من هذاك الهواء اللي فيها لداخل بهاد الطريقه هادي. هاكا تندير شويه الزيت باش ما تبقاش تلصق لي العجينه في يدي. نخويها كاع من هذاك الهواء اللي فيها، عاد نبقى نقطعها. بالنسبه لي انا هنا غنقطعها، غنعبرهم. كل وحده تقريبا درت فيها 130 غرام. هنا يمكن لكم انكم ديروهم صغار لا بغيتو ولا كبر من هكذا، يعني تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا غير حاولت نعبرهم باش يجيوني قياس واحد. كما يمكن لكم انكم ديروهم صغيورين، يعني انكم تقطعوها على 4 هاد العجينه ولا على 3، تبداو تطلقوها بالمنطلق وتقطعوها هكا بالقطعه صغيره حتى هي تحصلوا على نفس النتيجه. ونطيبهم هكذا حتى هما غير في المقله. هكذا صافي نجمع هاد العجينه مزيان هكذا باش تسد ليا من التحت. هنايا الفين هو اللي غنقرص به، هو اللي نديرو هكذا تحت الكريصات ديالي. نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونغطيهم ونخليهم حتى يرتاحوا، يعني حتى يخمروا عاوتاني طلع فيهم هذيك الخمره المره الثانيه. صافي وغنبدا نقرصوهم مباشره ونطيبوهم. لو خامرين مزيان صافي مباشره غنجيبو هنايا شويه الفين هو اللي غنقرصوه به. غنبداو نقرصوهم بهاد الطريقه هذه مباشره. هنا غنكونوا مشعلين على المقله تسخن لينا مزيان. غير نقرصوهم من الاحسن نديرو مرقاقين شويه حيت غيطلعوا لينا. صافي نثقبوهم بفرشيطه مزيان ونديرهم فوق البوطه. هنا من بعد ما ثقبتها مزيان بالفرشيطه درتها هكذا فوق المقله. المقله من الاحسن تكون سخونه من قبل، ونقصوا عليها هنا البوطه مزيان ونخليوها هكذا حتى تطلع لينا مزيان من الجناب. كما تشوفوا هنايا تبداو يتنفخوا لينا مزيان، يعني حتى نشوفوها تنفخات مزيان نحسوا بها انها شدات من التحت راسها مزيان. عاد يمكن لينا نقلبوها باش ما تهبطش لينا. وما نخليوهاش تحمر، ما غتحمرش لنا بزاف، يعني غنخليوها غير هكذا غير نشوفوها يعني صافي تبدل اللون، يعني انها طابت يمكن نحيدوها. انا عاودت معكم هنا واحده اخرى غنخليها كما قلت لكم تطلع مزيان من الجناب. عاد يمكن لي نقلبها باش ما تنزلش ليا في الخميره، يعني غنخليوها تخمر لينا الجمرات كما قلت لكم، ومن بعد نبداو نطيبوها مباشره. غتحصلوا على نتيجه زوينه ان شاء الله وغتعجبكم. نتمنى هاد العجينه ديال البيتزا تكون جاتكم سهله وفي متناول الجميع ان شاء الله. شكرا لكم بزاف المشاهده، نتمنى انها تعجبكم. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي استفسار خليوه لي في كومونتير ان شاء الله نجاوب عليه. وما تنساوش لي لايك الا عجبكم الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك بالضغط على الزر الاحمر المتواجد تحت الفيديو. شكرا لكم للمشاهده، بسلام عليكم.